شلون شاهدت الاجواء بمحافظه النجف الاشرف وكيف شاهدت ملعب النجف الاشرف؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا سعيد جدا بوجودي اليوم في محافظه النجف. شكرا لسياده المحافظ على حسن الاستقبال والكرم والضيافه. الحضور الجماهيري المميز، حضور السيد المحافظ والاخوه القيادات السياسيه في المحافظه، وجودهم بالملعب ينطي اضافه قويه لتعزيز واقع كره القدم بالعراق. مباراة كانت جميلة رائعة من الفريقين، صحيح صارت مشحونة ولكن الفريقين قدموا مباراة رائعة. لولا الخطأ اللي وقع بحارس المرمى كان المباراة تنتهي بنتيجة تعادل، نتيجة حبية، لكن هي كرة القدم. على العموم أنا سعيد بما حقيقة بالمستوى الطيب اللي قدم الفريقين في هذه المباراة. كيف شاهدت البنى التحتيه لملعب النجف الاشرف؟ البنى التحتية انا وداعي شكرت اخي عبد الحسين معالي الوزير الاسبق عبد الحسين عبطان على تكملته لهذا الملعب. اليوم الاخوان حريصين جدا، سواء الاخوه الاداره في اداره النادي والاخ السيد المحافظ حريصين جدا على تكمله، يعني على اعاده تاهيل هذا الملعب بالشكل اللي يستحقه. انا اعرف الان الجميع يعاني من ازمه ماليه خانقه، ولكن رغم هاي انا ما شاهدت انه الامور طيبه جدا، لكن بالتاكيد انه نطمح لان تكون ملاعبنا بمستوى الملاعب العالميه، وهذا ما نعمل عليه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. نستثمر وجود اليوم بجنابك سعيك المباشر مع دوله رئيس الوزراء ب4 مليارات للفرق الانديه غير المؤسسات. ازمه ماليه خانقه، خاصه من ناحيه توفر السيوله، وبالتالي انه احنا مقدرين الجميع، يعني ليس فقط الانديه، ان الازمه هي على ازمه البلد بكاملها. فلذلك تشوف يعني، ولكن رغم هاي يعني الاخوه في الانديه وايضا السيد المحافظ يحاولون قدر الامكان انه يوفرون بعض المبالغ اللي تخلي الانديه تمشي بالطريقه هاي. لكن بالتاكيد انه لو توفرت الاموال بشكلها الكامل بالتاكيد راح تكون هناك اضافه قويه. محمد قاسم متى يذهب للمنتخب؟ قرار الكادر التدريبي والسيد كاساس، وبالتالي انه موضوع اختيار اللاعبين هو من اختصاصه لوحده. انت مدرب، وقلت سابقا مباراه اليابان كانت بالتشاور مع كابتن كاساس. انا ما قلت بالتشكيل، انا من اليوم الاول اللي كانت من قيمه السحبه وصارت انه اليابان في مجموعتنا، فانا في تلك الفتره اتكلم ويا السيد كاساس وقلت له انه هاي المباراه هي مباراه عدنان دجال وكاساس ضد اليابان. متى تظهر قائمه المنتخب؟ اعتقد خلال الايام القليله القادمه.